السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا اسماء بدر ودي قناتي. اتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا بقى نشوف الكرواسون التحفة الهش المورق ده اتعمل ازاي، ونشوف مع بعض المقادير ونشوف طريقة التحضير. مقاديرنا ان شاء الله هتبقى سهلة وبسيطة، وكمان طريقة التحضير هتلاقيها سهلة جدا جدا. لو انت اول مرة بتعملي حاجة زي دي بإذن الله تعمليها معايا. كده 5 كوبايات وربع من الدقيق، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من الخميرة، 4 معالق كبار من السكر، كوباية وربع من اللبن الدافي، وهيبقى معايا بيضتين حجم كبير او 3 حجم صغير، وهيبقى معايا 4 معالق كبار من الخل الأبيض، وهيبقى معايا ربع معلقة صغيرة من الملح، وهيبقى معايا معلقتين كبار من الزبدة دول للعجينة، وهيبقى معايا بقى معلقتين كبار من اللبن البودر، وهيبقى معايا من 3/4 لكوباية من الزبدة الطرية للتوريق. يلا بينا بقى نشوف طريقة التحضير. في بولة هبتدي ان انا اضيف فيها اللبن الدافي اللي هي كوباية وربع من اللبن الدافي، وابتدي ان انا اضيف 4 معالق كبار من السكر، وابتدي ان انا اضيف المعلقة الكبيرة من الخميرة، وهبتدي بقى ان انا اقلبهم كويس بحيث ان السكر والخميرة يدوبوا في اللبن. خلاص كده انا قلبتهم كويس. هبتدي ان انا اضيف البيض، وهبتدي ان انا اضيف 4 معالق كبار من الخل الابيض. الخل بيخلي العجينة هشة وبيزيل اي زفارة موجودة في البيض. وهبتدي بقى ان انا اقلب كويس جدا جدا لغاية ما المكونات كلها تمتزج مع بعضها. خلاص كده قلبت المكونات كويس. هبتدي بقى اجيب المواد الجافة وهنزل على الدقيق بالبيكنج باودر وباللبن البودر وبالملح، وابتدي ان انا اقلبهم كويس بحيث انهم يتوزعوا بشكل جيد في الدقيق. ولما اقلبهم كويس هبتدي ان انا اخد بقى المواد الجافة دي واضيفها على المواد السائلة. خلاص كده ضفت المواد كلها على بعضها. هبتدي ان انا المهم كده بالاسباتيولا، وبعد كده هشيلها وهبتدي ان انا استخدم ايدي. افضل حاجة ان انا استخدم ايدي في العجن. هبتدي اعجن كده لغاية ما تلم معايا، وهي بتكون عجينة قاسية مش طرية خالص. اتلمت معايا بالشكل ده. هبتدي ان انا اضيفها على السطح بقى اللي انا هعجن عليه، وابتدي ان انا اضيف معلقتين الكبار من الزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة واعجن. هتلاقيها في الاول بتتقطع معاكي. استمري في العجن لغاية ما تلم معاكي وتبقى طرية وملساء بالشكل اللي انت شايفاه ده. هتبتدي بقى تقسميها لجزئين. انا ما ريحتهاش خالص، قسمتها كده لجزئين، وكل جزء قسمته لاجزاء صغيرة علشان كل جزء هاخده واشكله كورة. كل كورة تبقى بحجم البرتقانة الصغيرة بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. اظن واضح معايا. خلاص كده انا كورتهم. الجزء التاني هبتدي برضو اكوره بنفس الشكل، واخدهم بقى يرتاحوا ربع ساعة بس علشان اعرف افردهم. وبعد ربع ساعة هبتدي ان انا افردهم على دقيق بالشكل اللي انت شايفاه ده. كل كورة هبتدي ان انا افردها على دقيق. كده خلاص فردت الكور كلها. هبتدي بقى ان انا اجيب من 3/4 لكوباية من الزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة، وابتدي بقى ان انا اخد كل كده واحدة من اللي انا فردتهم، وابتدي ان انا ادهنها بالزبدة الطرية باستخدام ايدي، ما استخدمش اي اداة تانية علشان ما تتقطعش مني. ده اول واحدة كده انا فردتها بالشكل اللي انت شايفينه ده، وابتدي افرد التانية بنفس الشكل واحطها على الاولى، وهكذا الى ان تنتهي الكمية كلها معايا. خلاص كده الكمية كلها خلصت. اخر واحدة بقى هحطها عليهم، لكن مش هدهنها زبدة. وكمان الحاجة اللي هحط عليها سواء بقى طبق او صينية مش هدهنه زبدة ولا حاجة عشان ما تلزقش فيه. وابتدي بقى ان انا اغطيهم واخدهم على الفريزر نص ساعة
لغاية ما الزبدة تجمد ما بين الطبقات. بعد نص ساعة هبتدي ان انا اخرجها وافرد السطح، ارش السطح بتاعي بالدقيق وابتدي ان انا افرد عليه العجينة، وهتلاقيها بتتفرد معاكي بكل سهولة. اتفردت معايا كده بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا اقسمها لمثلثات، سواء بقى باستخدام قطاعة او سكينة اللي متوفر عندك. بقسمها مثلثات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولو لقيت ان في مثلث حجمه كبير هبتدي ان انا اقسمه لمثلثين اصغر بالشكل اللي حضرتك شايفاه قدامك ده. وهبتدي بقى ان انا اخد كده كل مثلث واديله فتحة من تحت من القاعدة بتاعته بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. ابتدي بقى ان انا احشيه بالحشوة اللي تعجبك. دي جبنة الفيتا اللي عملناها مع بعض، وشوكولاتة وكابنة للدهن اللي عملناها برضو مع بعض في القناة. وهبتدي ان انا احشي كمان قشطة على مربى. ممكن تحشي جبنة شيدر او جبنة رومي، اي حاجة، اي حشوة، ممكن تسيبيها سادة كمان. اخدت كده اول واحدة حطيت فيها قطعة من الشوكولاتة قبل الدهن، وابتدي ان انا الفها بكل سهولة بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. وابتدي ان انا ارصهم في صينية فيها ورقة زبدة، واسيب مسافة ما بينهم علشان لسه يخمروا. ودول هبتدي ان انا احشيهم جبنة. دي الجبنة الفيتا اللي عملناها مع بعض، ان شاء الله جربوها وتعجبكم. وهلف بكل سهولة وبكل اريحية. لاول مرة يشتغل في حاجة زي دي هينبسط جدا جدا. خلصت كده الكمية كلها، دول اللي بالجبنة ودول اللي بالشوكولاتة والقشطة على مربى. هبتدي بقى ان انا اسيبهم يخمروا من ساعتين لساعتين ونص، وهنبتدي بقى نحضر الخليط اللي هندهن بيه وش الكرواسون بتاعنا. عبارة عن بيضة، معلقة كبيرة من الخل، ومعلقة كبيرة من اللبن البودر، ورشة من النسكافيه. وهبتدي ان انا اضربهم كويس مع بعض بالشوكة علشان ابتدي ان انا ادهن بيهم وش الكرواسون بتاعي. خلاص كده الكرواسون بقى بالشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده بعد ما اتخمر ساعتين ونص. هبتدي بقى ان انا ادهنه بالخليط اللي عملناه مع بعض بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. وبعد ما اخلصهم دهن من جميع الجوانب هبتدي بقى، طبعا الفرن يبقى شغال عندي على اعلى درجة، الشبكة في الرف الاقرب للارضية. هبتدي ان انا ادخل فيها الفطاير دي اول 10 دقايق على اعلى درجة. وبعد كده هنزل درجة الحرارة ل180 لمدة 7 دقايق، وهلاقيها اتحمرت معايا وبقت تحفة بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. شايفين الجمال؟ ما شاء الله تبارك الله. الريحة والطعم والتوريقة والشكل حاجة بجد هتعجبك جدا جدا وهتعجب اولادك. واتمنى انكم تطبقوها وتكتبوا لي رأيكم فيها في الكومنتات. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.